السلام عليكم. النهارده هنعمله حاجة يعني جميلة قوي وانا بحبها جدا، وان شاء الله هنستمروا فيها الفترة اللي جاية. حاجة اسمها التراريوم. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنبتدوا بس ايه، نشغلوا الانوار كده بحيث ان احنا نظبطوا الدنيا. بس كده الموضوع اشتغل جدا كويس جدا. المكونات المبدئية دوت اصلا، تعالوا بس ننقله الاول. الاجزاء اللي ورا ديت هنا ديت، ان شاء الله هتكون حلقة. استنوني يعني. بصوا كده، ان شاء الله ان شاء الله هنظبطه في الحوض دوت. دوت انكلوجر انا عامله عشان خاطر بربي عناكب. تعالوا كده ايه نمسكوه. وبالمناسبة العناكب دي بتكون سامة، بس ليها يعني مدى معين من السمية، مش اي حاجة يعني. وبتعض وحالتها حالة يعني. بصوا ما شاء الله. بصوا ما شاء الله، ده اسمه فاير ليج. هو مش محتوانا قوي في السمك، بس التراريوم والحاجات دي في المحتوى بتاعنا. بس هو دوت الحيوان ان شاء الله اللي هيتربى جواه يعني. حبيت بس ايه اعرفكم واوريكم. قولوا ما شاء الله. ده لسه بيكبر. هيكبر مثلا يكسر نص الكف ولا حاجة. بصوا كده انا محضر له العلبة دي اصلا عشان خاطر بس ايه نحافظوا عليه. عقبال بس ما نخلصوا الحوض يعني. بالراحة، وهو خلوه هو اللي ينزل يعني. هو تبت شوية، عايز يفضل قاعد. هو مش مرتاح أعتقد للعلبة. يعني زقه بالراحة بس عشان هو حساس شوية. دخل إيدك. العلبة دي بالمناسبة متخرمة متظبطة. لازم نكونوا عاملين حسابنا كده. ظبطنا الفوكس. ده حوض أنا كنت عامله. إن شاء الله إن شاء الله هنعيد إحيائه تاني. هفضي كل حاجة جواه كده بصوا كده الشبك. هو عامل شبك. هو من الفصائل اللي مبتعملش شبك جامد قوي. دي أجزاء من قطع اللي هي الكوكوبيكا، ولا اسمه ايه، جوز الهند. ديت انا كنت عاملها له على شكل كف. بالمناسبة اللي كان جايب الفكرة دي او اللي كان عامل لي الشكل ده اختي الصغيرة. قالت لي هاته وسيبهولي وانا هعمله. بص، هو التراريوم عموما بيكون حاجة سهلة جدا. وسهل جدا ان انت تظبط النباتات فيه. هتفهم دلوقتي قصدي ايه. بحاول بس اجمع الاصداف بتاعت جوز الهند عشان خاطر هنغير الموضوع اصلا. ودي القشرة اللي بتبقى عليه من بره. انا هنفضها كده ونسيبهم هنا. بصوا بقى التراريوم المفروض بنحطه حاجة اسمها ليكا، حجر الليكا. هو بيكون حجر مسامي يعني. هو مكون من تربة او فخار. وبيتحرق في درجات حرارة عالية جدا. فبيتشقق فبيحصل فيه مسامات عالية جدا.
فبيكون حاجة محترمة يعني. طيب اللي هيسألني الفرش دوت ايه، هقول له دوت حاجة اسمها كوكو بيت. كوكو بيت دوت بيكون حاجة يعني جوز الهند أو قشرة جوز الهند بتكون اللهم صل على النبي مفرومة، وبتكون جاية في قوالب ومكبوسة. دوت بيتباع عندي، والحاجات دي برضه بتتباع عندي. وبالمناسبة يعني في ناس أصلا لغاية دلوقتي ما تعرفش إن أنا عندي قناة على اليوتيوب تانية بعمل فيها فلوجات. فخشوا كده تابعوها واستفيدوا بالعروض. إن أنا أنزل أفرش في سوق الجمعة أو في سوق السمك. ده بواقي الكوكو بيت، كان في زرعة بس الزرعة تعيش انت، فهنستعملوها يعني بدل ما هي مركونة. انا بس ايه بفرده او بهويه، ودوت هنفردوه. طيب ايه سبب وجود الليكة والحجر اللي احنا قلناه؟ بيكون فاصل ما بين كوكو بيت او خلطة التربة اللي بنكونوا عاملينها للتراريوم، عشان خاطر لو حصل وجود مياه زيادة آه، تكون زي ايه مادة نصرف فيها المواد الزيادة أو المياه الزيادة، عشان خاطر بس ما يحصلش تعفنات. والمفروض يعني إن في حشرات اسمها مايتس أو سلالة من المايتس، المفروض إن احنا نسيبوها عشان خاطر تتغذى على بواقي المخلفات أو الفطريات عموما. جثة متحللة بقى، نبتة متحللة، أي عفن بيبتدي يظهر، وهكذا. بس للأسف مش عندنا في مصر هنا، أو في عندنا في بعض الأنواع بس احنا مش عارفينها. طيب أنا عايز أعمل زي سكيب للموضوع. حلاوة بقى الشغل دوت ان انت شغال حاجة ناشفة، مش مية بقى هترفع الخشب وكده. انا بعمل شكل مبدئي جدا يعني، ما فيش في دماغي حاجة واضحة. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني حاسس الشغل هيكون بروفيشنال جدا. ان احنا اصلا هنعملوه بشوية زرع اصلا موجودين في معظم الاماكن يعني. أنا بس عايز اوقف الموضوع ده شوية، اوقف الجزء ده من الخشب يعني كده الشكل مقبول شوية. طيب ممكن برضه نرجع الجزء ده بحيث ان احنا نعمله زي بعد كده للحوض او الانكلوجر. طيب انا نسيت اقول لكم الابعاد بتاعته 30 في 20 في ارتفاع حوالي 17 او 18، والله مش متذكر. الازاز بيكون 3 مللي يعني، عشان خاطر دوت مش هنمله بقى فيه ميه فنقلل التكلفة شوية. انا بقى مش عارف والله هحط فيه العنكبوت دوت ولا احط فيه عنكبوت تاني، لسه هقرر معاكم. ممكن نحطه حتة البازلت دي كده بالمنظر ده كده، مستفز أوي العين بصراحة.
طيب ممكن بقى عايز يعني اوظف الجزء ده، او كفاية اوي ده عشان خاطر الموضوع ما يوسعش شوية. طيب كده عظمة أوي. هاجي بقى ان شاء الله هنجمعه، وهنروح الاول نجمعه شوية نباتات تانية. هنروحوا الأول نجمعوا شوية نباتات تنفع للموضوع بتاع التراريوم أو يستحمل البيئة الرطبة، وهرجع لكم تاني. يعني هو في أنواع ياما جدا، بس أنا إيه هحصر الموضوع شوية على على كام نوع كده عندي بس. بصوا كده، خدوا بالكم الأنواع، كل الأنواع اللي هتتصور ديت إن شاء الله إن شاء الله يعني هتنفع إن شاء الله في الموضوع ده. ده نبات اسمه الفوجير، عندي منه 3 أنواع. أو السرخس دوت النوع الكبير أو العملاق ده مش هنستخدموه. دوت نوع تاني قزم، الاسم العلمي بتاعه بصراحة أنا مش عارفه. الورقة بتاعته أهي. ودي يعني حاجة بسيطة كده أو نبذة بسيطة. ودوت نبات اسمه السبايدر، إن شاء الله هنستعملوه. وفي نبات تاني اسمه جراس، أو اللي هو بيكون نجيلة يعني، إن شاء الله دوت برضه هنستعملوه. وكان في عندنا موسز أو نبات الموس، ده اسمه سفاجنم موس، من أبطأ أنواع الموسز اللي بتعيش برا المية، بتعيش في الجو. هحضر النباتات ديت، هشيلها من قصرية الزرع واظبطها كده، وإن شاء الله أرجع لكم. طيب أنا جهزت الدنيا كده بشكل مبدئي. دوت نبات العنكبوت أو السبايدر. إن شاء الله إن شاء الله ناوي أحطه في الجزء ده. في بقى عندنا اللي هو الفوجير أو السرخس. بصوا يعني هنا الموضوع ايه، مش ملهوش حد او ملهوش ايه قيود معينة غير الاقوى سكيل. وده انا شايفه ميزة بصراحة. بيبقى في معانا برضو البذور اللي هي الجراس، ان شاء الله ان شاء الله هحط منها برضو جزء. دي برضو متوفرة عندي للي محتاج. بس يعني ان شاء الله يعني خلال مثلا من 5 أيام لأسبوع، أو ممكن من 5 أيام ل10 أيام، على حسب بقى درجات الحرارة وكده. خاطر عشان خاطر ايه بس الجذور والنباتات تتأقلم بشكل كويس. هي نسبة الترطيب زي ما قلنا العناكب المفروض تكون مثلا ايه، نسبة مثلا من 50 ل70. نسبة التراريوم الطبيعية مثلا ايه من 70 وانت طالع بقى. فاحنا هنحاولوا نوسطنوا الموضوع، ان لو الرطوبة عليت شوية ممكن الموضوع يأذي العناكب، لان بيبقى فيه مايتس مضرة بتتغذى على دم العناكب. فدوت احنا مش عايزينه يتكاثر عندنا اصلا.
وعايزين نحافظ على الدنيا شوية. فبيتهيألي يعني عملنا حاجة حلوة يعني. هوريكم اللوك النهائي بقى ان شاء الله، اخلص كده واوريكم. بصوا بقى هنا الخطوة النهائية ديت، بخاخة عادي. هبتدي ان انا ايه، هدي رشة محترمة برضو ايه، بس ايه يعني ما غرقهاش، ما خليش الموضوع ايه سايح خالص. هبلبل الايه الدنيا. وركز ايه على المناطق اللي ايه فيها جذور. كده احنا خلصنا، بس ايه هنمسحه الجزء دوت من جوه.